اهلا بيكم لاكتر سؤال اتسال: اسعر خدماتي ازاي؟ لو انت في مجال الفوتوغرافي او الفيديوجرافي تعال اقول لك ازاي تسعر خدماتك من غير ما تقلل قوي من نفسك وتظلم نفسك، ومن غير ما تاوفر ريت نفسك وتضيع على نفسك الشغلانه. طبعا خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا، مهم جدا انك تسعر نفسك صح. بمعنى اصح، ما ينفعش تقلل قوي من قيمه نفسك علشان ما تتظلمش وما تخسرش، وما ينفعش قوي تافور بشكل مبالغ فيه، الشكل اللي يخلي الشغلانات تضيع منك او الكلاينتس يبعدوا عنك. 4 نقاط اساسيه هيخلوك تلعبها صح وباحترافيه تامه. رقم 1: الكلاينت ده محتاج يصور ايه؟ ده بيندرج تحت منها الكرييتيف ايديا. الكلاينت ده عايز ايه؟ طب انا ممكن اقدمه له ازاي؟ طب ايه الفكره اللي ممكن نوصل بيها لتحقيق المتطلبات بتاعه الكلاينت ده؟ طب ايه الفكره اللي ممكن نوصل بيها علشان نقدر نحقق للكلاينت النتائج اللي هو عايزها، علشان يشوف فعلا نتيجه كويسه جدا وفي النهايه يشكرني عليها. رقم 2: الفكره دي علشان يتم تحقيقها انا محتاج فريق عمل قد ايه يشتغل معايا، ومين اللي هيشتغل معايا في الموضوع ده. بمعنى ان الكلاينت لو محتاج مثلا على سبيل المثال من ضمن المتطلبات بتاعته يعمل 3 انترفيوز في الشركه او في المصنع بتاعه، طيب انا هجيب مين لايت تكنيشنز يشتغلوا معايا؟ طب هجيب مين يسجل صوت؟ طب مين هيقف على الكاميرات التانية؟ ده مهم جدا وهيعتمد بشكل اساسي على البادجت بتاعتك، لانك انت هتشوف الناس اللي هتشتغل معاك وهتشوف متطلبات الشغلانه دي كام يوم. رقم 3 ودي حاجه مهمه جدا وبتيجي في مرحله متاخره شويه، هي المعدات. يا جماعه المعدات مش هي اللي بتسعر الشغل بتاعنا خالص. انت ممكن دلوقتي النهارده بايفون زي ال15 برو او ال15 برو ماكس او ال15 حتى، الموبايل ده او الكاميرا دي ما هي الا وسيله لتحقيق الفكره. فكتير جدا من الناس اللي لسه بتبدا في المجال جديد بيعتقد ان هو وانس ان هو انفستد او حط استثمارات في كاميرا ب100 ألف جنيه او ب200 ألف جنيه وجايب عدسات وجايب عده اضاءه وجايب كذا، انا كده خلاص انا هبدا اسعر نفسي واخد هامش ربح وفقا للمعدات بتاعتي دي. ده طبعا غلط تماما، لانك انت النهارده اتحولت الى رينتال هاوس اللي هو اصلا مش شغلانتك. انت النهارده راجل كرييتيف، انت تعتبر ارتست كفوتوجرافر او كفيديوجرافر او كسينماتوجرافر. خلي بالكم انا بتكلم على كل الليفل، سواء انت كنت انتري ليفل لسه بادئ او محترف. على فكره في كتير جدا من الناس المحترفين ما يقدرش يقدر الشغلانه مظبوط. فانت النهارده لو بصيت للمعدات بتاعتك انها وسيله لتحقيق الفكره اللي انت فكرت فيها مع الكلاينت واللي انت هتقدمها له، هتلاقي ان الموضوع بيجي في مرحله متاخره شويه، هو انك انت المعدات دي بالنسبه لك كانها رينتلز. يعني النهارده معلش انت الكاميرا دي بتتاجر بكام؟ هل ينفع تقيم نفسك على كاميرا انت مشتريها ب200 الف جنيه قيمه الايجار بتاعها حوالي 1000 جنيه هتقيم نفسك بناء على ده؟ يبقى انت ظلمت نفسك في النهايه وما اخدتش حقك المظبوط. رقم 4 ودي بقى اهم جزئيه بيتم بناء عليها تحديد سعر الخدمة اللي انت بتقدمها، هو خبرتك قد ايه في المجال ده. انت النهاردة راجل عملت استثمارات، اتعلمت حاجات جديدة، طب نزلت مواقع كتير، طب اشتغلت كام مرة، طب انتجت حاجات قد ايه، طب خلصت شغل قد ايه وفي خلال وقت قد ايه. كل ده على فكرة بيتضاف للخبرة بتاعتك، وبالتالي هتقدر تسعر نفسك بناء على انك انت لو نزلت الشغلانة دي بطولك كده من غير المعدات المفروض تاخد فيها كام. صدقوني يا جماعة ال4 خطوات دول لو حطيتهم قدامك بالورقة والقلم وبدأت تحسب تكلفة انتاجك للعمل ده قد ايه، مش هتظلم نفسك ان شاء الله، والكلاينت غالبا هيكون مبسوط لان هو هيشوف قدامه حد فعلا بروفيشنال، حد فعلا ماشي بالورقه والقلم. اكبر حاجه كارثيه في شغلانتنا دي كفوتوجرافرز او فيديوجرافرز او سينماتوجرافرز او مخرج او لايت تكنيشن او لايت دايركتور او ايا كان من انواع، او حتى ستوري بورد كمان ارتست، انك انت ما تعرفش تسعر نفسك او تسعر نفسك غلط، او في ميتنج مثلا وانت قاعد مع الكلاينت يقول لك كام تقول له بكذا. طب انت وفقا لايه قلت الرقم ده؟ بناء على ايه؟ دي اكبر غلطه وممكن تخلي الكلاينت يتقفل منك قفله صعبه جدا وما يرجعش يكلمك مره تانية. اوعى تغلط الغلطه دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير علشان غيرك يستفيد. اشوفكم على خير.